السلام عليكم. اليوم هنتعلم طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة بطريقة سهلة ولذيذة جدا جدا. لو أول مرة تشوفي القناة اعملي اشتراك وفعلي زر الجرس علشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد ينزل على القناة. أنا جهاد شوقي الحديدي. بعلم الطبخ والأكلات والوصفات، وكمان هعمل لكم مع صينية البطاطس باللحمة كيفية عمل الأرز بالشعرية علشان نقدمه مع الأكلة دي. والفيديو ده لو عجبك او استفدت منه اضغطي لايك لكي يصل لاكبر عدد من المتابعين ويستفيدوا منه. في البداية هنسلق اللحم. اول حاجة معايا كمية اللحم دي وعلى حسب رغبتك الكمية اللي تحبيها. بعد كده معايا المنكهات اللي حطها في السلق اللحمة هي البصل وجزر وطماطم ورق لورا وحبهان وقليل من الفلفل الاسود. ركزي في الفيديو دوت علشان تطلعي من اللحمة دي احلى شوربة ممكن تشربيها. اول حاجة في الحلة على النار هحط اللحمة وبعد كده هضيف جميع المنكهات معاها. معايا البصل والجزر والطماطم وورق اللورا. قبل ما احط اللحمة في الحلة بكون حاطة قليل جدا من الزيت وبديها صدمة كده خفيفة. بعد كده بنزل بالمنكهات دي وبعدين بنزل عليها بالمية المغلية. بأخر الملح علشان الملح بيأخر من تسوية اللحمة، بأخر الملح شوية لحد ما اللحمة تبتدي تدخل في التسوية. بعد كده بغطي عليها واسيبها اول ما تغلي غلوتين. بعد كده بهدي النار واسيبها تغلي براحتها علشان تطلع لي احلى شوربة. في الوقت ده هبتدي اجهز صينية البطاطس اللي هضيف عليها اللحمة لما تستوي. اول حاجة معايا البطاطس هكون مقطعاها حلقات بالشكل ده. لاحظي ان البطاطس لازم تكون كلها نفس درجة السمك علشان كلها تاخد نفس درجة التسوية، ما تكونش واحدة مستوية وواحدة لا. بعد كده البصل وهقطعه حلقات، وخلي كمية البصل متوسطة، لا تكون قليلة قوي ولا تكون زيادة قوي، خليها متوسطة لان البصل هو اللي بيدي نكهة حلوة جدا في صينية اللحمة بالبطاطس. بعد كده معايا طماطم مقطعاها حلقات بالشكل ده وفلفل اخضر مقطعاها حلقات. لو انت حابه تضيفي فلفل حار على حسب الرغبه. بعد كده فصوص ثوم، ومعايا هنا الملح والبهارات والتوابل اللي هستخدمها في صينيه اللحمه بالبطاطس. كزبره ناشفه، فلفل اسود، كمون، بهارات مشكله معاها قرفه مطحونه وزنجبيل مطحون، بابريكا وكركم والملح. في صينيه فاضيه هضيف فيها البصل، حلقات البصل بالشكل ده، هبتدي افصل حلقات البصل عن بعضها وهضيف عليها الملح والبهارات بالشكل ده، وهبتدي اخلط الملح والبهارات مع البصل وادعكهم مع بعض بالشكل ده كويس جدا. ده بيخلي البصل ينزل المية بتاعته، وكمان البهارات تتفاعل مع البصل وبتدي طعم جميل جدا للصينية. بعد كده هبتدي اضيف حلقات البصل، حلقات الطماطم، وحلقات البطاطس، وحلقات الفلفل الاخضر، واقلب كل الخلطة دي مع بعضها بحيث ان كلها تتبل بنفس تتبيلة البصل بالشكل ده. ولحد ما اللحمة تستوي هركنها على جنب بالشكل ده، كلها هتتشرب من نفس الطعم والتتبيلة وهتدينا طعم رائع في النهاية. كده خلاص اللحمة بتاعتنا استوت، شايفين شكل الشوربة رائع جدا. هنا خرجت اللحمة من الشوربة مستوية وجميلة جدا بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده وهي خطوة هتدينا نكهة جميلة جدا لصينية اللحمة بالبطاطس. حطيت قطعة سمنة وعليها شوحت اللحمة فيها كده تشويحة خفيفة جدا، مش تحمير للحمة ولكن تشويحة خفيفة للحمة مع السمنة بتديها نكهة حلوة، وحركيها من جميع الجوانب. بعد كده هجهز الصلصة اللي هضيفها على صينية اللحمة بالبطاطس. عندي الخلاط هضيف فيه الطماطم وعليها فصوص الثوم. بعد كده هزودها بالشوربة، ما زودتش مية نهائي، زودت شوربة. والخطوة دي مهمة جدا بتديها نكهة جميلة جدا جدا. بعد كده هفرمهم في الخلاط. بعد كده هننزل بخليط الطماطم دوت على اللحمة اللي انا شوحتها في قليل من السمنة بالشكل ده، وهضيف قليل من السكر علشان اعادل حموضة الطماطم وتكون خفيفة على المعدة.
اول ما الصلصة تبتدي تغلي او تقلب مرة كده او مرتين، هطفي عليها النار وهبتدي بقى اضيف اللحمة وارصها في الصينية بالشكل ده. خرج اللحم الاول من الصلصة على الصينية ووزعها بشكل متساوي في الصينية كلها، وبعد كده هنزل بالخليط الطماطم على الصينية بالشكل ده، وهبتدي ازودها شوربة. زوديها من شوربة اللحمة علشان البطاطس تستوي، وكمان صينية اللحمة بالبطاطس ما بتكونش ناشفة ولكن بتكون فيها قليل من الصلصة، بتديها شكل ومذاق جميل جدا. زوديها من شوربة اللحمة بالشكل ده وزودي الشوربة مفيش اي مشاكل. بعد كده انا حطيتها على البوتاجاز علشان تستوي كويس جدا، وبعدين هدخلها الفرن علشان تاخد لون كده من على الوش ويبقى شكلها حلو. كمان ممكن تسويها بالكامل داخل الفرن، ولكن لازم تغطي الصينية كويس جدا علشان تستوي حلو وما تنشفش منك في الفرن. بعد كده هترفع الغطا تحت الشواية وتحمر بالشكل ده. بعد كده هنقدم مع صينية البطاطس باللحمة رز بالشعرية بالطريقة المصرية. اول حاجة في حلة على النار هضيف فيها قليل من الزيت لحد ما يبتدي يسخن. بعد كده هضيف كمية الشعرية وهحمرها بالشكل ده لحد ما توصل للون الذهبي. بعد كده هنزل عليه بالرز المغسول بالشكل ده ومتصفي من المية كويس، وهقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما الشعرية تختلط كويس مع الرز. الخطوة دي مهمة عشان مش بتخلي الرز يعجن. بعد كده هنزل بمقدار المية، ولكل كوباية رز كوباية مية بالشكل ده. بعد كده هضيف الملح، وبعدين هسيبه على نار عالية لحد ما يبتدي الرز يتشرب المية، وبعد كده هخليه على نار هادية واغطي عليه لحد ما الرز يستوي كويس جدا. وده الشكل النهائي للرز بعد ما خلص. وبكده تكون اكلتنا اليوم خلصت. هنقدم الرز مع جنب البطاطس باللحمة بالشكل ده وطبق الشوربة اللذيذ. الاكل مستوي كويس جدا والبطاطس مستوية كويس جدا من غير ما تكون مهرية ومحتفظة بشكلها، واللحمة كمان مستوية واكلة لذيذة. اتمنى تجربوها. في نهاية الفيديو لو عجبكم او استفدتم منه اضغطوا لايك علشان يصل لاكبر عدد من المتابعين ويستفيدوا منه. وكمان لو حابين اي اكلة تحبوا ان انا اقدمها اكتبولي في التعليقات تحت وقولوا رأيكم في الاكلة دي. وكمان ادعموني بلايك والاشتراك في القناة عشان اقدم مزيد من الفيديوهات. وشاركوا الفيديو دوت مع اصدقائكم، وكمان شاركوا لينك القناة علشان يشتركوا فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.